يرى محمد عمار لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أن الأوضاع مستقرة داخل قلعة الدراويش في وجود المجلس الجديد الذي تولى المهمة مؤخرا. وعاد فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري مولود حمدي إلى التدريبات يوم الأربعاء لبدء الاستعداد لمواجهة حرس الحدود الاثنين المقبل في دور 32 من مسابقة كأس مصر. وقال عمار في تصريحاته: احنا مركزين ان احنا نعمل حاجة بعد فترة التوقف. كما اضاف عمار: نشعر بدعم جماهير الاسماعيلي وينقصنا التوفيق في المباريات فقط. ومنح مولود حمدي لاعب الاسماعيلي راحة من التدريبات يوم الثلاثاء، وذلك بعد المباراة الودية التي خاضها فريق الاسماعيلي امام السواحل الليبي، وانتهت بالتعادل 1-1، واحرز عمار هدف المباراة. ويستعد فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري مولود حمدي لمواجهة نادي حرس الحدود الاثنين المقبل في دور 32 من مسابقة كأس مصر. وأصدر النادي الإسماعيلي بيان يوضح من خلاله ما قامت به اللجنة المعينة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تمت من أجل رفع إيقاف القيد وتدعيم الفريق بصفقات جديدة. وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي: نوجه الشكر لكل من قام بدعم النادي، وخاصة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكل من ساهم في دعم النادي الإسماعيلي. حساب النادي الإسماعيلي الخاص بالتبرعات لم نقترب منه، وبلغ التبرع حتى الآن 341 ألف جنيه، رغبة في تخصيصه في المساهمة في رفع إيقاف القيد. كما قمنا بسداد بعض الغرامات لصالح فيفا بالفرنك السويسري والتي سببت في إيقاف القيد، وسددنا رواتب اللاعبين بالنادي الإسماعيلي حتى نهاية شهر أكتوبر، كما سددنا رواتب الجهاز الفني لنهاية سبتمبر، وجاري تدبير الجزء الثاني من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والطبي. وقامت اللجنة بتكليف مكتب دولي متخصص لمتابعة قضايا النادي الإسماعيلي في فيفا، وخاصة اللاعب كارميلو، والذي يشكل تهديد على مسيرة النادي الإسماعيلي بجانب قضايا 3 لاعبين ومدرب. وتسير اللجنة في إجراءات إنشاء شركة الإسماعيلي لكرة القدم، التي تعد الخطوة الأولى لاستقبال الشركات المتخصصة في هذا المجال. وتتخذ اللجنة إجراءات تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، وتحديد المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيمها.